صوت العرب من القاهرة يقدم حلقة خاصة عن مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية مع غادة كمال وحاتم العجمي. الإخوة والأصدقاء، مع نهاية شهر يناير 2023 نرصد لأهم حدث مسرحي على مستوى العالم العربي، وهو مهرجان المسرح العربي الذي أقيم في الفترة من 10 وحتى 16 من يناير الحالي. أقيم المهرجان في العاصمة المغربية الدار البيضاء تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وأخي سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبتنظيم الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية. وفي هذه الحلقة نستعرض أهم الأعمال المقدمة والتي رشحت لنيل الجائزة، ونبدأ بالعمل الذي فاز بالفعل بالجائزة الكبرى، وهو عرض رحل النهار من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا اللقاء مع الفنان الإماراتي عبد الله الجفالي أحد أبطال العرض. الإخوة والأصدقاء، يرفع شعار السهل الممتنع، فنان من طراز خاص، الفنان المعروف عبد الله الجفالي، وعرض رحل النهار. يعني قدمت أداء رائع جدا، سلس جدا، كان في بسمات وضحكات مصاحبة للجمهور بمنتهى السلاسة دون أي افتعال. في البداية عايزين نتعرف عن بداياتك في عالم المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عبد الله الجفالي طبعا في المسرح في سنة 89، وكنت موجود في المسرح. توقفت عن المسرح لمدة في 2008، ورجعت للمسرح ولله الحمد وفضل الله وفضل هذا المهرجان الجميل مع مسرحية رحل النهار في 2021. يعني 14-15 سنة كنت مريح عن مسرح النخبة ومسرح يعني القوة ومسرح العظمة مثل ما يقولون، والمسرح اللي هو يعني يخلي الواحد يحس ان على خشبة المسرح كطاووس. مسرحية رحل النهار، وهي المسرحية الإماراتية المشاركة في مهرجان المسرح العربي في دورته 13 على أرض المملكة المغربية في الدار البيضاء. مسرحية تميزت بنص قوي جدا للكاتب أستاذ إسماعيل عبد الله، يطرح رؤى نقدية كثيرة ويطرح العديد من القضايا. ضمت مجموعة كبيرة جدا من الممثلين، حضرتك وأستاذ عبد الله مسعود، وبدور من الإمارات أماني بلعاج من تونس، وكان في ممثلين من اليمن، ياسر دلاتي من سوريا، وحتى العراق كانت حاضرة بأشعار بدر شاكر السياب. هذا التنوع على خشبة المسرح وهذا الفريق المتجانس، يعني احنا شعورنا ونحن نشاهد العرض ان احنا بنشاهد فرد واحد بيتحرك على خشبة المسرح. هذه التمازج وتناسق في حركات الممثلين تحت قيادة طبعا الأستاذ محمد العمري. المسرح العربي بعد فترة انقطاع يعني دامت 10 سنين أو 15 سنة، وهذا شيء طيب. اليوم محمد العامري الله يحفظه يعني ليس مدحا ولا يعني شيء من هذا القبيل، ولكن ما شاء الله عليه له رؤية. يعني أنا اشتغلت مع الكثير من المخرجين عبر 30 سنة في المهنة، مع الكثير من الكتاب، ولكن في بعض الأوقات الواحد يلاقي نفسه زي ما بقول احنا طبعا عندنا في الامارات يشاف نفسه في هذا المكان. فلما نكون والحمد لله نخبة مثل ما تفضلت وقلتي طبعا من الدول العربية، معناته فيها مواهب، معناته فيها ناس فلتة، يعني هذا من سوريا وهذا من الأردن وهذا من مصر وهذا، يعني هاي معناته ان فيها حتى منافسة من هذا المنتخب العربي اللي كان ماسك يعني المايسترو مثل ما يقولون محمد العامري، وكان ماسكه بتأليفه اسماعيل عبد الله،
وحرك هذه الادوات. الحمد لله. انت مثل ما تفضلتي وقلتي شفنا شخص واحد، لان انا عايزه اقول ان الفنان المعروف عبد الله الجفالي، يعني رغم ان المسرحيه جاده جدا وبتطرح قضايا جاده جدا، لكن انت استطعت بالفعل بادائك السهل الممتنع في وسط هذا الزخم من الاحداث ان يعني ترفع شعار البسمه، وكان ليك اداء كوميدي الى جانب الاداء الجاد على خشبه المسرح. ازاي قدرت تنوع من هذا الى ذاك؟ والله شو اقول ايش، ومثل ما شفتوا الحمد لله رب العالمين، لما يعني في احنا مثل كسبناه لما صغار، مثل وما كأنك تمثل. يعني أنا أحب أني أكون عفوي على طريقتي، على جوي. يعني أنا اليوم محمد العامري لما تم اختياري، حتى إسماعيل عبد الله قال عبد الله الجفالي يعني متعود على المسرحيات الشعبية والكوميدية، جايبه هنا حي. بس قدرت على فكرة فعلا بالظبط ننقل من حالة لحالة. الحمد لله، هو جهد موجود، قراءة أفكار المؤلف، قراءة أفكار المخرج، مع التعاون طبعا، ونشوف شو الأفضل. يعني أنا كون يعني طلعت بالطريقة الكوميدية التي الحمد لله يعني نالت رضا الجمهور الكريم. جئتك مواليا. موالي. جاءناك موالي. فهذه البسمة طبعا كل يوم أنا أطلع لي بشيء. يعني ده إفيه أنت بتجيبه من خارج النص؟ أجيب أنا من خارج النص، بس نتفق عليه. شوفي، هو الإفيه أو الكلمة أو الشغلة خارج النص، بس مع الاتفاق تدخل النص. صح. أنا بوجه لك التحية على يعني مسيرة مميزة ورائعة في مسار المسرح الإماراتي والعربي، وإن شاء الله القادم أيضا أفضل، وإن شاء الله مزيد من التجويد ومزيد من النجاحات بنتمناها للفنان الإماراتي المعروف عبد الله الجفالي. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الأحلام أعراسا، ونروي الزغاريد عمرا وألحانا وأنفاسا، ليشرق في غد الفجر. سنقرأ في فؤاد الصمت للاءات أجراسا، ونسرج ببلوع الثور للصحوات أطراسا، ليسرق في الدجى نهرا، ومن طهر الدماء نخط ودمع القلب أطراسا، وللآتي سياط المر نجدلها مسارات وحراسا، ليروي عمرنا البشر. باطن الصفحة الدم، والأماني موبقات ماحقات إن عبثت بدفتر الآتي لترسم نجمة بمداد حلم، والزغاريد نشاز وخروج في جواب عن قرار الحزن في اللحن الأصل، والبياض خيانة عظمى يلطخ فاجرا خد السواد، قصائد برد حبل من المطاط هذا الحاضر الآخر موثوق بباطل لم يكن، كلما وجهت شطر القادم الآتي تعدو تغرس الآمان، شدك جثة مبنية لحصاره أو ثائرا من غير أطراف وفم ولا حلقة خاصة عن مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. ومن الأعمال التي رشحت لنيل الجائزة مسرحية شطارة من المغرب، وهي من إخراج أمين نصور، وسبق للعرض الفوز بعدة جوائز، منها جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وعرض شطارة جمع بين نجمين، هو الفنان المغربي المعروف أمين نصور مخرج العرض، والسينوغراف المغربي المعروف دكتور طارق الربح. إلى هذا الحوار بصحبة الفنان أمين نصور.
إذا أردنا التعرف على تجربة المسرح المغربي فلا بد أن نذكر المخرج المعروف أمين نصور. أهلا بك. أهلا، شكرا أستاذة، وتحية لجميع المستمعات والمستمعين في أرض الكنانة مصر العزيزة. خلينا نبدأ بداية عرض شطارة، وقد اصطف الجمهور في الدور الأرضي وصعد إلى الدور الثاني، وكان يقف مصطفا على الحوائط ويحاول كل شخص أن يجد متسع لشخص آخر. جماهير المغرب أتت من كل حدب وصوب إلى جانب جماهير المهرجان لمشاهدة شطارة. شعورك بهذا النجاح؟ شعور فخر واعتزاز، شعور أيضا أنني الحمد لله في المسار الصحيح، أن كل الشهادات التي نجتهدها هنا في المسرح المغربي لم تذهب سدى، لأنه الحمد لله كونت اسمي، كونت أيضا أسلوب فني يعشقه الجمهور المغربي ويتابعه في كل المدن، بل يشد الرحال من مدن بعيدة. خليني أقول لك كمشاهدة، كنت أشاهد العرض، وجدت تكنيكا جديدا لم أراه من قبل في مسرحية، إذ يقف المؤدي على خشبة المسرح وعلى يمينه عزف موسيقي رائع حي وليس مسجل، على الجانب الآخر مطربة بصوت جميل تشد أذان المشاهدين إلى أغنيات رائعة. يمكن تعودنا في العروض المسرحية أن تكون هذه التقنيات مسجلة، وجودها كتكنيك حي على خشبة المسرح إلى جانب شاشة السينما التي كانت خلف المؤديات، هل هذا يعكس تجربة أمين نصور؟ طبعا، أنه أسست تجربتي منذ البداية على كل ما هو حي، يعني الموسيقى الحية، الغناء الحي، الأداء المتنوع، الجماليات المتنوعة. ممكن أن أقول أني وصلت إلى النضج أسلوبي الفني في مسرحية شطارة، حيث يعني أضفت جمالية المابينج أو فن الفيديو بالإضافة إلى كل هذه المكونات لكي نخلق فرجة متنوعة، فرجة قادرة أن تجذب الجمهور إلى المسرح، فرجة قادرة على أن تقول أن المسرح ليس بمعزل عن تطور المجتمع على المستوى التكنولوجي والمستوى الاجتماعي والثقافي إلى غير ذلك. يعني يمكن شفنا تكنيك جديد أيضا، أن وجود قطع من الديكور بتستخدمها الممثلات على خشبة المسرح، وبتتشكل هذه القطع على حسب طبيعة العرض. يعني ترى نجدها شاحنة، وترى نجدها تمثل كابينة للتليفون، وترى تمثل قفص محبوس به هذه المرأة. كيف أتت إليك هذه الفكرة؟ هي الفكرة هي تصور جمالي ما بيني وبين سينوغراف الدكتور طارق ربح، لأنه اشتغالنا ل8 سنوات في العديد من الأعمال أعتبره النضج الحقيقي الذي وصلنا له في مسرحية شطارة، لأن الديكور ليس بالسهل أن تضع ذلك الشكل الهندسي وأن يتماهى مع أداء الممثلات، مع الغناء والموسيقى، مع الإضاءة، مع كل مكونات العرض، وفي نفس الوقت أن لا يكون مكتفا، أن لا يثقل كاهل العرض أو يثقل المشاهد وهو يراه. فهذا الاجتهاد المبهر للدكتور طارق ربح جاء ثمرة واشتغال كثير، واجتهاد أيضا منه من أجل أن يضع سينوغرافية تحفة داخل العمل ومنسجمة مع كل مكونات العمل. يعني قبل ما انتهي لنهاية المسرحية والتي انتهت بتحية البطلات وفريق العرض للجمهور، وقف الفريق على خشبة المسرح بينما وقف الجمهور تصفيق حاد لمدة 3 دقائق للتعبير عن الامتنان والسعادة بهذا العمل. ألا يتنافى هذا مع فكرة أن الجمهور لا يبحث عن القضايا الجادة، يعني وجود جمهور ذواق 3 دقائق بيسقف لفريق العرض؟ الجمهور لما تحترم ذكاءه وتقدم له فرجة قوية يحترمك أيضا ويقف لك كما وقف لنا. اجتهدنا وكافحنا وناضلنا وتعبنا من أجل هذه اللحظة. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعيدة أنك بتختص صوت العرب بحوار خاص عن شطارة، لأن كتير جدا من المستمعين حابب أنه يتعرف على العرض من خلال حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت القيم. صغيرة وأنا ألعب أمام بيتنا في الأرياف، صغيرة وأنا أمشط شيئا إلى الدنيا العتيقة، صغيرة يوم تشابكت أيدينا أخواننا، صغيرة حين كنا نلعب لعبة العروس والعريس وأدخل يده في جيبه وأهداني شوكولاتة مستوردة، صغيرة يوم صفعني أبي ووبخني أمي
صغيرة يومئذ لبست في فستان أبيض أطول من ساقي الناحيتان وحطت حرقا على أذنيه. صغيرة يوم أخبرتني أني لم أعد صغيرة. صغيرة يوم جررت وسط زفة من بيتنا إلى بيت غريب. يا أمه! حلقة خاصة عن مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. رشحت لنيل الجائزة أيضا عرض الروبة من تونس، وهو من إخراج الفنان حمادي الوهيبي الذي كان لنا معه هذا اللقاء. الكاتب التونسي المعروف حمادي الوهيبي مخرج وكاتب عرض الروبة المشارك داخل مهرجان المسرح العربي في دورته 13. إطلالة على مشاركة العرض داخل المهرجان. هذا المشاركة أول مشاركة لنا في هذا المهرجان، مهرجان المسرح العربي، من خلال مسرحية الروبة. سبق واقترحت أعمالنا ولكنها لم تقبل من قبل بعض البلدان المنظمة، ليس من الهيئة، بسبب مواضيعها الجريئة إلى غير ذلك. موضوع الصابرات رفض مثلا، وموضوع جويف أيضا رفض. الآن قبلت هذه المسرحية في مسرحية الروبة، نتحدث فيها من العنوان. الروبة هي لباس المحامي أو لباس القاضي إن شئتي. نتحدث فيها عن واقع القضاء وواقع المحاماة في فرنسا مثلا، وجد أيضا قبولا واهتموا به واهتموا بالموضوع لأنه يعنيهم هذا الموضوع. في الأردن نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، في أربيل. فموضوع أعتقد أنه موضوع كوني، موضوع القضاء وموضوع المحاماة، ولا بد أن ينظر إليه بكثير من الجدية هذا الموضوع. بتؤمن بفكرة أن الكاتب يكون مخرج العرض، يعني يجمع بين الكتابة والإخراج؟ مش إلزامي، ولكن أنا في تجربتي الآن، خاصة في التجربة الأخيرة، أعتقد أنني أخرج أعمالي يكون أفضل، لأنه المقاربة تختلف. لأنه المقاربة متاعي أنا أشتغل على الارتجال وأسوغ موضوعي ورحلة بحث كاملة، بحث على المستوى الفكري، على مستوى الخرافة، على مستوى الطرح الجمالي، أيضا على مستوى البحث عن المشهدية. فهذا يتطلب أن النص أتصرف فيه بحرية. أغلب الكتاب لا يقبلون أن تتصرف في نصوصهم كما يريد المخرج، وهذا صراع قديم أزلي يعني. طبعا كلنا تابعنا من خلال وجودنا داخل مهرجان المسرح العربي مدى الإقبال الشديد. جمهور جاء من كل صوب وحد داخل المملكة المغربية، إلى جانب مجموعة كبيرة جدا من المسرحيين العرب يشاركون داخل هذا المهرجان. عرض الروبة في وسط هذا الكم من المسرحيين العرب والفنانين والجمهور العربي المتذوق للفن الراقي. والله هو احنا مش أول مرة نقدم أعمالي في المغرب. سبق قدمت الصابرات، وقدمت في مراكش، وقدمت جويف في مكناس، والآن أقدم الروبة في المغرب. عموما نجد حظوة نحن في من قبل الجمهور، وهذا حاصل في كل البلدان العربية تقريبا. الصابرات أيضا في تجريبي في القاهرة عملت حضور متميز، في الأردن أيضا الروبة عملت، ولا في العراق عملت حضور وإقبال جماهيري كبير. هذا جيد. حتى في فرنسا نلقاو يعني الحقيقة أنه سمعتنا سابقتنا، أنه نشتغل على موضوع حساس ومواضيع حساسة، ونحاول أن نقدم مشهدية بحرفية وبجدية. نحن المشكلة اللي عندي أنا مع برشا مسرحيين، مع كثير من المسرحيين، هي الجدية في العمل، فهمت، والانضباط في العمل هذا، والحرفية العمل هذا مهم بالنسبة لي، وهذا يخلي أنه الجمهور يتابع. وأنا من خلال المهرجان هذا، مهرجان المسرح العربي، نجد الناس يستناوا ينتظرون إنتاجاتنا وأعمالنا، وهذا شيء يشرفني أنا محمد الوهيبي، ولكن يشرف تونس أيضا، ويشرفنا حتى كعرب بشكل عام. أخيرا، فريق العمل المشارك معك في الروبة. المسرحية هذه تأليفي وإخراجي، يساعدني في الإخراج ريم الحمروني، ويساعدني في الدراماتورجيا شوقي خوجة ونور الدين الهمامي. الممثلين شوقي خوجة، نور الدين الهمامي، حسام الغريبي، وخلود بديدة، سامية بوقرة، عواطف العبيدي. في التقنيات نلقاو شعيب بشر وطه الجباري. في تصميم الموسيقى قيس بن مبروك، رشيدة ليوان مصممة الملابس، إدارة الإنتاج بسمة الهاتفي، والمتابعة الإدارية لمنصف جماعة. إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان، التابع لوزارة الشؤون الثقافية التونسية.
تحية لك ولفريق العمل المشارك الكاتب والمخرج حمادي الوهيبي ومسرحية الروبة. كل تقدير لك والأمنيات بالتوفيق إن شاء الله. شكرا ليكي وشكرا للإذاعة. شكرا. خذوا من فضلكم داخل القاعة. مختش الجلسة، موكلي لا يخشى منه ولا عليه. حكمت المحكمة وكان موكلي في ساعته وتاريخه. قد يرسم يا شباب داخل مسروبة. دي وين الشهود؟ مازال عندك مكذيف؟ ضبط. وذلك بناء الألفاظ أنا أنوبها في هذه القضية وغيرها. سيد الرئيس، حذرت المستشارين. أجل تقبلي عيشك. يا أخي موكلك يا زميلة. الجلسة تولد برشا ما عادش وقت. لا فجر هدوء يا كوبا ولد عزيز الباترونة وين على خير. شبيك خليتني؟ علاش ضيعت؟ ما تقوليش ناوي على تقطيع. تعرفي ما نعمل هيك؟ يا قمر شنو لوجت مليح التوقيت؟ شبيني انا لوجت عليك وقيتك؟ شنيا اللي في يديك؟ كتاب طيب. حلقة خاصة عن مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وعرض خلاف من العراق من إخراج مهند هادي وبطولة الفنانة العراقية المعروفة سهى سالم التي التقينا بها، وكان هذا الحوار. العراقية المعروفة سهى سالم، بنرحب بيكي داخل مهرجان المسرح العربي والعرض العراقي المشارك داخل المهرجان. أهلا ومرحبا بكم، وأنا سعيدة جدا بلقائكم والمشاركة في الثانية الحقيقة في الهيئة العربية للمسرح بعمل خلاف إخراج وتأليف مهند هادي. مشاركة هذا العرض يعني تقدم من العروض 203 عرض وتم اختيار 16 عرض للمشاركة داخل المهرجان، يعني بالتأكيد هذا نجاح كبير للمسرح العراقي ومشاركته داخل هذا المهرجان. الحقيقة المسرح العراقي دائما متميز في عروض المسرحية على مستوى المحلي وأيضا على المستوى العربي وحتى العالمي الحقيقة، وإحنا مشاركات دولية كثيرة ومن ضمنها في الهيئة، وأيضا عمل خلاف فعلا يعني من 230 عمل تم اختياره كأول عمل متميز الحقيقة في الفرقة القومية للتمثيل، وأخذنا الجائزة الأولى، وأيضا كثير من الجوائز على المستوى المحلي أخذ هذا العمل، وبترشيحه أيضا للهيئة العربية. هذا أيضا تكريم للمسرح العراقي أيضا، وإن جاية هذه التجربة الحقيقة بطروحات جديدة فكرية. أولاً أنت شفتيها عدة مستويات، يعني مفتوحة بالتأويل، يعني إذا بدك على مستوى اجتماعي، على مستوى نفسي، على مستوى سياسي، على مستوى متغير عالمي موجود. هذا الحقيقة يقودنا إلى أفكار كثيرة في النص وأيضا في العمل. ثانياً العودة إلى فكرة النص، أهمية النص المسرحي، ليس الحبكة الدرامية، الحبكة الدرامية كما معتاد إحنا القصة والحكاية، لأن المتفرج الآن والمشاهد بدأ يحتاج ليس فقط إلى الصورة، يحتاج إلى لغة معبرة تحتاج لتجعله يفكر بطريقة أخرى. بدأت الصور لا تدهشه لأن كلها موجودة على السوشيال ميديا، كل ما تحتاجيه من صور منتجة حتشوفيها، وهذا ما نشوفه في الصور العروض الأخرى. الآن العودة مثل ما نسمع الآن العودة إلى أم كلثوم، نجاة الصغيرة. الآن المسرح يحتاج إلى عودة أقوى ومن خلال النص، وثانيا من خلال قوة النص، وأيضا العودة إلى القواعد المسرحية المهمة اللي إنه النص والحوار والشخصيات، هذه المركب اللي هو لا يمكن يعني الابتعاد عنه. يعني يمكن عرض خلاف يعني والذي أثار العديد من القضايا وحفز الجمهور، على الجانب الآخر سبب حالة من الاتفاق بين جمهور النقاد والمشاهدين لهذا العرض. بتمنى لكم عرض موفق إن شاء الله. الله يسلمك حبيبتي، وشكرا جزيلا على هذا الاهتمام. شكرا جزيلا. بعد رحلة طويلة في الباص وصلنا إلى الشرق. كنت قد وضعت منشفة على الرمل. جاء كامل ووضع حبيبة الظهر بالقرب منه. نزل من البحر. ودعته بنظراتي. رحت أقرأ كتاباً عن تاريخ الدولة العثمانية.
وفي الحفل الختامي للمهرجان تم الإعلان عن أسماء 5 مسرحيات رشحت لنيل الجائزة الكبرى، وهي عرض شطارة من المغرب إخراج أمين نصور، عرض رحل النهار من دولة الإمارات العربية المتحدة إخراج محمد العمري، عرض خلاف من العراق إخراج مهند هادي، عرض الروبة من تونس إخراج حماد الوهيبي، وعرض بريندا من المغرب إخراج أحمد أمين الساهل. وقد نالت الجائزة الكبرى مسرحية رحل النهار للكاتب المعروف إسماعيل عبد الله، وهي من إخراج المخرج والفنان الإماراتي المعروف محمد العمري، وبطولة مجموعة كبيرة جدا من الفنانين من الوطن العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المملكة الأردنية ومصر وسوريا واليمن، وكانت العراق حاضرة بأشعار بدر شاكر السياب، والعمل لمسرح الشارقة الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. كنتم مع حلقة خاصة عن مهرجان المسرح العربي في دورته 13 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وهذه أرق تحيات غادة كمال وحاتم العجمي.